أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل تعالى المغيب فمن محمد يخبرون بالهدى وإني قلت لجميع أهل الدنيا إن هذه وشأني شيء عظيم في الدنيا والآخرة. ومن كفر فليعلم أن من كفر الحق من الله تعالى هو داخل من الكاذبين. ومن أخذ الكذب حتى مات دخل النار وهو ظالم لنفسه. إنني محمد رسول الله. إنني محمد رسول الله. إنني محمد رسول الله. قلت لكم ومن كفرني ويأخذ خير الله تعالى فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة. أيها الكفار فاعلموا أن كفركم وإباءكم لم يجب تركه الله ما قدر في عبده. ومن كفرني فليطلب رسولا خير رسول الله لأن الله تعالى جعل شخص محمد المهدي رسول الله ولا يخلف الميعاد. وخلق الله خلائق بعد خادر وذلك زمان ود شخص محمد رسول الله وهو خاتم النبيين في الدنيا وإمام مرسلين في الآخرة. وهذه لم يكن بكيد ولا دواء وليس للهروب ولكن خدر الخادر العزيز الجبار كما شاء وهو الله رب الخلائق. وأرسل محمد عبد الله نبي الهدى المهدي في خريطة جزجان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل تعالى المغيث فليتب على كل هبد فكل من خرب مني له بالله فإني صبرت منه بدل بالله. فكل من خرب مني له بالله فإني صبرت منه بطول بالله. لأني ما نلت خير تسليم فلا نفخل بخير الإسلام. يكون من ليس له توبته يكون له الخسران والكروبة. وتوبة من ليس له معنى وتوبته ندامته والخسران. وكل من معنا في توبتي فخصمته مباشرة بربي ببركتي خائنين حامدين للهدى إلى خالقنا ربنا عافينا خافلنا خابرنا. وكل من دخلها تربنا أمر من تيخنا بنا نافحة خسران من كفر بنا خادرة. أمرتكم سبل رشادي دعوياه في له الخاوية يغفر له جاهرة بالوازحة جناته عالية خادرة كمن له رشاد المستقيم برحمة الحالف الهزيم. لله الملك والهزم وقد عبد بالكلم أبتم ربنا والباري لأنه يميت ويحيي بخبوركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء بخبوركم يفعل ما يشاء لملكه يفعل ما يشاء. دعوتكم أيها البرايا لله ورسوله في البرايا كتبته من الهجر وامسس لمن به تحب الهادي نفس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عز وجل تعالى المعيد. يا أيها قوم فلتنظروا هذه البراءة أن تحبوا النجاة في أنفسكم. ومن رأى البراءة وفعل ما فيه نجا. ومن تراه ولم تؤمن حتى أنت لم تفعل قولي فلتلز حتى ترى ما صار فيك. وإني لم أترك أحدا بقولي على جميع خلق الله وأنتم فاعلموا أن محمد عبد الله اليقين المبارك
وأنتم فاعلموا أن محمد عبد الله اليقين المبارك وأنتم فاعلموا أن محمد عبد الله اليقين المبارك رسولا فيكم وإنني نبي وإني خاتم نبينا وإني خاتم النبيين وإني محمد عبد الله صاحبكم وإني اليقين كتبت لكم بعام ومسش لكي تعرفوا فهل ربي أني وأنتم لا تسمعون قولي وإني سابر إلى عام تمسش ثم كتبوا البراوة الأخرى ليرحمكم وأونكم لكي تؤمنوا بالله ثم علمتم أن الله أعظم خلق المهدي لأنني محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي لأنني محمد عبد الله اليقين المبارك المهدي نبي رسول وخاتم النبيين وصاحبكم والله لا يترك أحدا بمن يكيد كيد عني وأهلي ترا سوى الخير فكل من يكيد عني وأهلي ترا خير الخيرات فأخذ الله صريحا حتى كنت من في ديخي الذي أنت لا تخبر خير الخافية له وإن لم تخرج عني لا يتركك الله إلا بموتك وإن مت أصابك ربي في البرزاق وفي آخرتك فتدخلوا النار وأنتم فلتاتوا عندي إن تريدوا عافية الدارين ولا تنزلوني في الغروف والإقوان لأن ذلك يديهما من إلامة في المشرق إلى المغرب وأنتم إن تؤمنوني فلتاتوا عندي لكي تراني حتى تخلوا ما عندي ومن لم يأتي بكفر أو تاخر حالي حتى علمتم بيني وبين النصارى فاعلم أنت جالس بالكفر يا أيها الناس فاعلموا كل من تهاب الإسلام المهدي لنصارى أنت جاهل لأن جميع أهل الكتاب هم العرب والعرب هم أفضل الناس ففي أكثر العرب كالنصارى وخيرهم من العرب يحبون أن يجدوا خدر المهدي لأنهم علموا أن المهدي هو محمد رسول الله 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 فبسبب ذلك يحبون خدر المهدي فيهم لأنهم خرجهم أنفسهم في التاريخ الأول حتى هم نادمون من ذلك ولا أنهم إن يروا المهدي جهرا فتبعوا كثيرا تباعا حسنا لله والشخص وإني ما نلت أحدا سوى من معنا لربه يا أيها الناس ألم تعلموا أن جميع بني إسرائيل يحبون خدر المهدي لأنهم جهل الله فيهم الرحمن حتى قال لهم ربي فجلتكم على العالمين وهم خيرهم أنفسهم وهم خرجوا بخير الله تعالى الكريم وبسبب ذلك يجب أكثرهم يحبون أن يروا المهدي لكي يتوبوا به لله وهم علموا المهدي هو محمد رسول الله وهم علموا المهدي هو محمد رسول الله وأنتم يا أيها الناس لو تعلمون ذلك لا تخافون النصارى في الإسلام المهدي ولا أنتم تخافون من خيركم لأن المهدي قال الله في القرآن فلا يخاف عقابها وقال الله ذلك للمهدي وذلك كفى علامة من بين المهدي وجميع الدنيا يا أيها قومي لا تخافوا شيئا مع المهدي لأنه لم يكن فيه سوى الخير والعافية وسعادة الدارين لأنه لم يكن فيه سوى الخير والعافية وسعادة الدارين لأنه لم يكن فيه سوى الخير والعافية وسعادة الدارين لأنه لم يكن فيه سوى الخير والعافية وسعادة الدارين ولكن شيطان أنسكم ربكم الكريم وإن قلت لكم فأجيبوني واتركوا كل ما في قلوبكم من الوسط وما في أيديكم وتأتوني إني لأنني أسم الله علي وأخرج الله مني رحمة من السالمين وإني صاحبكم ولولا الشخص لم يخلق الله شيئا وأنتم فأجيبوا أن تريدوا نجاة في الدارين يا أيها قومي فلتحمدوا رب المشرق والمغرب وأجيبوا أن تريدوا أن تكونوا من أهل الجنة فإن لم تجيبوا فلكم الخسارة لأن كل ما أخذتم خيرها لي في هذا الزمان ولو كان القرآن فذلك خسارة
ولو كان البر في الأول ترا باطلة ولو كان البر في الأول ترا باطلة لا قرآن لأن قراءة القرآن وصلاتي وصيامي والوردي ثم زكاة وجميع الدعاء ونية العبادات ترا باطلة ولا نفع لشيء من عبادات زمان سوى هذه ومجيب ذلك عن رب العالمين أتاكم رسولا ونبيا والمهدي وهو صاحبكم ومجيب ذلك عن رب العالمين أتاكم رسولا ونبيا والمهدي وهو صاحبكم ومجيب ذلك أن رب العالمين أتاكم رسولا ونبيا والمهدي وهو صاحبكم وإن لم تعرفوا ذلك هو عبد الله اليقين المبارك وإن لم تعرفوا ذلك هو عبد الله اليقين المبارك هو المهدي وإن لم تعرفوا ذلك هو عبد الله اليقين المبارك هو المهدي وهو محمد عبد الله النبي وخاتم النبيين في الدنيا فلا بعد من يرى ذا الحق ولا فضلا ولا نجاة في الآخرة سوى ولا فضلا ولا نجاة في الآخرة سوى فأنتم أجيبوا ولا تكلموني لأنني لم أكشر العرف وأنتم فاتركوا وسط صدوركم في حالي لأن باطني نور عظيم لأن باطني نور عظيم لأن باطني نور عظيم لأن باطني نور عظيم والخدع في الظاهر حق والخضرة العظيمة وأنتم فاتبعوني ولا تنزلوا من العروف والإقوان وفي عدم الإقوان وخرج العروف وهو ملك عظيم من رب العالمين 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 وشخص كله هبة قائمة فوق الأرض من قدرة الله والشخص هو الحق ولا حق خيره والشخص هو الحق ولا حق خيره وأنتم فتدلوا وسط قلوبكم في حالي لأنكم كل واحد منكم جعل الله في قلبك هذه حتى هو علمني جدا ثم جعل الله في قلبك الهموم وخفت هذه ثم قالوا فاتقروا هذه علينا لأنه ليس بولدنا ولا هو من إخواننا ولا ولد شيخنا ولا أنتم تنزلون أن الله لم يلد ولم يولد ولا من منه مراده ففي ملك فهم لما يريده وأنتم هو أنفسكم بكفر هذه لأنني سوف أفعل فيكم كل ما شاءني وإن جدكم بالكفر عني اليوم كان خاسركم ومن خاف الله فخف اليوم لأن هذه شديد العقاب عند الله لأن هذه شديد العقاب عند الله لأن هذه شديد العقاب عند الله وكثير نعمة الله ورحمة الله والنجاة الذي لم يخل المرء المنتهى والنصر والحفظ مع قدرة الله وسعد الحميمة في الدنيا إلى آخرتكم والله كل من كفرتني لا لم يروا ولم يروا ما يحبون في دارين إلا بدخول نار بك يا أيها قوم فاعلموا إن خبلتم إني صاحبكم وإن لم تقبلوا إني صاحبكم ومن أبى أو تأخذ حتى إني كنت فسار ذاك بندم عظيم ومن آمن فليهدي ومن كفر فليجلس حتى يرى مسيره ومن ترجو العبادات بخير آله فاعلم أن حساب الدنيا له واعلم فلك أعزاء البرزاق ودخول النار خدا لك والله لم يحب مني خيرا كثيرا وسبب ذلك التهليل حروفي ولكن ففي صدري ما لم يكن في العبد فيما مدى ولا يأتي شيء بعدي لأنني محمد عبد الله اليقين المبارك 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 إني المهدي وإني محمد نبي رسول وإني محمد نبي رسول وإني خاتم النبيين وإني صاحبكم واعلموا أخرج الله في الإسلام جميع صنف العبادات لشخصي لأن رب العالمين لم يحب الكبد مني لأن رب العالمين لم يحب الكبد مني لأن رب العالمين لم يحب الكبد مني ولا خلقني بفعل ما يريد
والله خلقني بفعل لما يريد والله خلقني بفعل لما يريد والله خلقني بفعل لما يريد والله خلقني بفعل لما يريد إن الله هو محب أبدا 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 والشخص كله نعمة الله ونجاة وسعادة الآخرة يا أيها قوم احفظوا الله في كل فن وخافوا البختة في أمري لأن لا أعلمكم ما في زمان هذا بعبادة الحق في قلوبكم ثم أبيتم أو هم خافوا النصارى وأنتم لم تعرفوا أن الكفر يمشي كما يمشي الإسلام ومن خاف الإسلام المهدي لنصارى أنت جاهل لأن النصارى أبا محمد رسول الله في الجهل 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 وبعده علم الله أن هذا هو محمد رسول الله وبعده علمهم الله أن هذا هو محمد رسول الله وهو خيار العالمين وهم كانوا نادمين فيما مضى ندامة أزمة ثم بعده علم الله الدنيا طرا أن خيار العالمين سوف يرجع للدنيا في آخر الزمان إن مغرب الشمس وهو محمد المهدي وذلك زمان بكاء القلب كثير من بني إسرائيل وخيرهم مهند من جدا لا يجوز ذلك وإلى الرحمن الخلائق بالخلائق قدا فيهم لأن ربي قال إني فضلتكم على العالمين أيها بني إسرائيل إن لم تتركوا أنفسكم في الخسارة فإن تروا المهدي فتوبوا توبا حسنة يا أيها الناس فاعلموا سوف يتوب كثير من بني إسرائيل يا أيها الناس فاعلموا سوف يتوب كثير من بني إسرائيل يا أيها الناس فاعلموا سوف يتوب كثير من بني إسرائيل يا أيها الناس فاعلموا سوف يتوب كثير من بني إسرائيل وأنتم لا تعلمون ذلك لا تخافون النصارى في دين المهدي أما أنتم تتذكرون أني يا أيها الناس فاعلموا إن كفرتموني في قلوبكم أنتم تكفرون الحق الذي لا حق خيره ولا خير الدنيا بعده ولا سعادة خدا بخير الشخص ولا سعادة خدا بخير الشخص لأنني إن محمد عبد الله المهدي 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 وإني صاحبكم وهذا هو الحق عاشق من رب العالمين ومن لا يؤمن هذا فلا تلوم أحدا خيرا خير نفسه لأن هذا جاخرة مخلومة من قبل إتيانه وإن قلت لكم إني آتي للعربي والعجم وجميع الدنيا كلهم سواء أنتم جلستم لكي تابوا فالله عني ولكن إن كفرتموني فلكم حساب الدنيا وعذاب الآخرة وإن لم تبدوا صريحا ثم تأتي إني فخاسر وأنتم فاعلموا أن محمد عبد الله المهدي لم يسروا ولكن إنما قلت لكم كثيرا لأن جميع القول قول واحد هو أجيبوني إن تريدوا أن تعبدوا الله بالحق فإن لم تجيبوا فلكم الخسران 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 يا أيها قوم أجيبوني يا أيها قوم أجيبوني يا أيها قوم أجيبوني يا أيها قوم أجيبوني وإن لم تجيبوني يفعل ربي منكم ما أني لم أحب فيكم والله سواء على من كان في الدنيا أو في الآخرة أو في البرزخ وله سواء على من كان في الدنيا أو في الآخرة أو في البرزخ لا شيء كان عنه لأن الحياة والموت سواء عند رب العالمين لأن الدنيا والآخرة والبرزخ سواء عند ربي حيث كان عبد الله فلله لأن الدنيا والآخرة والبرزخ سواء عند ربي حيث كان عبد الله فلله
ومن دخل النار أو الجنة فلله وإن لم أخذ خير الحافظ فيكم وإن لم أكسر الحروف لأنني قلتم لكم جميع العلامة التي شهد ربي. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللهم يا ربي أجعلنا منه سيئا مبينا دائما إلى الجنة وهب لنا منه عاشقا ساجدا جيدا وهب له من قوة وولدان مؤمنا مسلما ومسلمة خاشع دين الله آمين دين رسول الله وتابع الهدى ربي خدناهم قطع بك ربي يا خابر الدعاء أقبل دعائي برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عافينا خافرنا خابرنا وكل من دخل خاطر بنا عافينا خافرنا خابرنا وكل من دخل خاطر بنا عافينا خافرنا خابرنا وكل من دخل خاطر طويل لنا وعمرنا سقي لنا بدنا وهب لنا رشدا وتوفيق يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة محمد رسول الله المهدي عبد الله اليقين المبارك.